النادي الأهلي بيعلن عن حصوله على صفقة نارية جديدة، وهو المغربي سفيان بن جديدة، هداف الدوري المغربي ب20 هدف. اللاعب من مواليد 2001. اللاعب صاحب القامة العالية يتمتع بالطول 178 سم، ويلعب في أقصى المركز رأس الحربة وهو الجناح الأيمن. واللاعب بدأ مسيرته مع نادي الرجاء، ثم انتقل للدوري البلجيكي مع نادي ستاندر ليج البلجيكي، وعاد بقوة موسم 2025-2026 مع نادي المغرب الفاسي، واحرز اللاعب 20 هدف. والاهلي قد اعلن التعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات حتى موسم 2029 مع امكانية الصفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، لتصبح اعلى قيمة انتقال للاعب مغربي في الدوري. ليحصل النادي المغربي على نسبة من اعادة البيع بنسبة 25% من اعادة البيع المستقبلي. شاركونا بارائكم، ولا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. كرة بهذه الكيفية، البحث عن التسديد في مرة أولى وثانية بجديدة بهذه الكيفية. جول 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 من غير بثلاث تغييرات محاولة سفيان وتسجيل هدف رابع. خروج جديدة، الكرة تعود الكرة من جديد العرضية، البحث عن هدف رابع لبين الفريق المغربي الفاسي بواسطة اللاعب سفيان بن جديدة. سفيان جول 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 جديدة كان خطأ على مستوى إبعاد الكرة من جديد. جول 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 جول. تلعب الكرة العرضية، الفرصة بجديدة بجديدة بجديدة. هدف رابع حمزة أفصل فيها إلى سفيان، كرة في الشباك، لا تغطية. جول هي السعيد للتنفيذ بالجديدة، يضع الكرة في الشباك وهدف تعادل لفائدة الفريق اليمنى. البحث عن العرضية والرأسية مرات. هناك سفيان بن جديدة أمامه فرصة لإدراك هذا هدف خطأ. مستمر أمام النهضة البركانية. بن جديدة والقاء سفيان بن جديدة ما شفنا وضعية تلعب الكرة جديدة. هي السعيد للتنفيذ بالجديدة والحمياني بالجديدة، يضع الكرة في الشباك وهدف ثاني لفائدة السعيد للتسديد. فرصة ممتازة قوية. من جانب شيخ كيطا، من جانب مروان، خطيرة ضاعت.